السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في قناة شهوات صفاء. اليوم إن شاء الله كيف ما كتشوفوا معايا غادا نبدل معكم المطبخ ديالي اللي مولفين. اليوم إن شاء الله كانت واجدة عند الأخت ديالي وحضرنا الشباكية، بالحق هي اللي دارتها وخدمتها كلها بلويداتها، أنا ما قصت معاها حتى شي حاجة، يعني حضراتها من الاول حتى الاخر، يعني طريقه زوينه وسهله بزاف. وكنتمنىكم ان شاء الله تتبعوا الفيديو من الاول حتى الاخر، غادي يعجبكم بزاف وغتجيكم الطريقه ديال الشباكيه غزاله 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 بزاف. غادي نبداو ان شاء الله بالمقادير وطريقه التحضير. كيف ما كتشوفوا معايا عندي هنا معلقه كبيره ديال القرفه وجوج معلقات ديال النافع، وعندي الماء اللي مغلي، ودرنا الزعفران الحر رطباتو فيه تيعطيها اللون في الشباكيه. وهنا عندها 200 غرام ديال اللوز اللي قلاتو وطحناتو حتى ولا على شكل البخانيني. وجنجلان عندها 150 غرام ديال الجنجلان حتى هي بنفس الطريقه، حمراتو غير شي شويه ماشي بزاف باش ما يعطيناش المروره في الشباكيه ديالنا. وعاودت حتى هو طحناتو حتى ولا عندها على شكل بخانيني. هنا عندها كاس الا ربع ديال الزيت كيف ما كتشوفوا معنا، وعندها كاس نصف كاس ديال الزبده. وهنا ضافت داك الماء والزعفران شعره، يعني اللي ما عندوش ممكن انه يضيف ديك الضويمه او الملون، داكشي كيبقى اختياري. صافي هنا غادا تخلط مزيان حتى ينسجموا مع بعضياتهم وصافي. وهنا غتضيف واحد المعلقه كبيره ديال الخل، كتعرفوا الخل تيعطينا الهشاشه. وهنا غادي تضيف دوك جوج معلقات ديال النافع، وهنا ديك المعلقه كبيره ديال القرفه. صافي غير ما عمراتش لها في الاول، عاودت ضافت داك شوي. هنا واحد شويه ديال الكوزه حتى هو حكاتو في الحكاكه، يعني كل واحد وكيفاش كيخدمها. المهم يعني هاد الطريقه غزاله بزاف وزوينه وكتعاون بزاف. هنا صافي كيف ما كتشوفوا معايا بدات كتضيف الدقيق بشويه بشويه حتى غادي تعجنها على هاد الشكل. وما ذكرتش معكم واحد الطريقه ديال الملح. وبالنسبه للخماره دارت بحال معلقه نصف خماره 4 غرام ديال الخميره الخاصه بالحلويات، ها هي غادا تضيفها دابا. صافي وغادا تبقى تجمع في العجين حتى ترمل مزيان وتبقى تحك فيها على هذا الشكل. هنا عندها جوج كيسان ديال الماء الزار، اللي ما بغاش يضيفهم بجوج ماشي مشكل، يضيف واحد ماء وواحد ديال الزهر. بالنسبه للقياس ديال الكاس هو 100 ملي ديال الماء. بالنسبه للماء اللي كتشوفوا فيه راه الكاس الا ربع من قياس العنبه. صافي هنايا جمعاتها ودلكاتها واحد شويه كيف ما كتشوفوا الطريقه كتجي زوينه وسهله بزاف. صافي هنا قطعتها كويرات على حساب الحجم اللي بغيتو، غتخليها لواحد مده 10 دقائق وترجع. هنا صافي غادا تبدا تسرح فيها وغادا طويها على شكل مسمنات مربعين، يعني تقاد على هذا الشكل هذا باش كتجينا مجعبه وكتجي زوينه. يعني هاد الطريقه ولا بدا ما دار في الشباكيه. صافي انا اصلا ما كنتش غاديه نشارك معكم هذا العام شباكيه، الساعه ملي اختي غاديه ديرها وحضرنا ليها، علاش لا قلت ليها نصوروها ونشاركوا الطريقه ديالك حتى هي كتجي غزاله بزاف. صافي هنايا كتاخذ هذا الجرار هذا وتتبدا الطبع فيها على هذا الشكل هكا. صافي وهنا تتبدا دير في التشبيكه، كتحط جوج فوق جوج والثالث تتخليه بوحدو حتى تقرصو من الجناب هكا مزيان وتتجيبو في الوسط. يعني طريقه سهله كيف ما غتشوفوا معايا. صافي تتحطها فوق سطح العمل باش تحكم فيها مزيان. صافي شتي الشكل ديالها تيجي زوين وتيجيو صغيورين بزاف، يعني عضه وحده تيجيو غزالين. صافي هكا ثاني غتعاود معكم وحده اخرى للتوضيح. صافي الطريقه سهله، كنديروا جوج فوق جوج والثالثه
حتى نخليوها الخامسه يا ربي تنخليوها بوحدها على هذا الشكل هذا، والخامسه تتبقى بوحدها. تنقرصوها مزيان حتى تقبط في راسها صافي، وتنخليوها باش تجينا في الوسط. يعني الطريقه ديال التشباك ديالها حتى هي بوحدها، انا تنحاول تنديرها بشكل اخر صافي. هذا هو التشباك ديالها اللي تدير بهذا الجرار اللي ولا جديد وعملي وسهل بزاف، حتى ينفعنا بزاف بالنسبه للناس اللي ما تعرفوش يشبكوا. هنا غادا تستعمل معكم الطريقه العاديه، كدير 1 2 3 4 5 تتقطع فيه، 1 2 3 4 5 حتى نقطعوا فيه. تتبقى مستمره بنفس الطريقه حتى هي زوينه. هي كتجي بها شباكيه كبيره بزاف حتى دير 2 على الظهر و3 تيبقاو الفوق صافي على الشكل هذا. تتجيبها فوق الاخر اللي تيكون اللي غيجي في الوسط صافي، وتدير لها هكا. شوفوا الشكل ديالها حتى هي حتى تجي زوينه بزاف وكتجي غزاله صافي. تيجيو 3 2 لتحت و3 تيبقاو الفوق. كتقرص مزيان وتتمشي الاول حتى تجيبو فوق الظهر ديال الثاني، ترجعو فوق الثالث وتتقبض تصدع. كنتمنى من الله ان الفكره تكون واضحه وسهله. هنا صافي وجدات بعد ما خلاتها 3 سوايع او اكثر، المهم ما فيهاش الخميره، تقدر حتى تبات تبقى مزيانه وتجي سهله ما كتخسر ما حتى حاجه صافي. هنا دارت الزيت حتى سخن. ضروري في الاول تيكون عندنا النار طالعه مزيان شويه. ملي تنرميو القليه ديالنا ديال الشباكيه حتى نقصوا النار، ضروري خاصها تنقص شي شويه باش طيب لينا مزيان وما تبقاش من الداخل تلقاوها بحال الخضره صافي. هنا بعد ما بدات كطيب شويه كتبدا تقلبها على الجهه الاخرى صافي. وكنحطوها في العسل. العسل ضروري ديال الشباكيه يكون شويه ثقيل، ما يكونش خفيف بزاف باش الشباكيه كتشرب معنا العسل. مولاي صل على محمد وعلى ساداتنا آله وصحبه الكرام يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. صافي هنا غادي دير القليه الثانيه وغاديه تخلي الشباكيه في العسل حتى تشرب مزيان وتاخذ حقها في العسل. وعاد تحيد هذيك مني تقرب الطيب الثانيه كنحيدو هذيك اللي ترقدات في العسل. ضروري تخليوها في العسل الوقت الكافي على ما طابت لكم التطيبه الثانيه، عاده كنعاودو نحيدوها صافي. هنايا غادي نقلبوا ثاني الجهات الاخرين يطيبوا، وناخذوا شي كسكاس اولا صفاي وكنصفيو فيه الشباكيه ديالنا على هذا الشكل هذا. كتكون شربات، شوفوا اللوين ديالها جات غزاله بزاف وهشيشه وزوينه. يعني انا متاكده الا جربتوا هذه الطريقه ان شاء الله غادي تعجبكم وغتنال الاعجاب ديالكم صافي. هنا درتها في الكسكاس باش تبقى تصفى، وغاديه تاخذ القليه الثانيه راها تقلات حتى هي غتضيفها في العسل وغتبقى مستمره على نفس الطريقه حتى تكمل الكميه كامله. هذا هو الشكل النهائي ديال الشباكيه ديالنا. كنتمنى من الله انها تعجبكم وتنال الاعجاب ديالكم. شوفوا كيفاش كتجي غزاله بزاف وكتجي زوينه وتذوب في الفم، يعني شي حاجه اللي مقومه راها تجي غزاله زعما الصراحه تجي زوينه بزاف. يعني الا درنا اللوز بالبخانيني او جنجلان يعني شي حاجه كتجي زوينه بزاف. كنتمنى من الله ان الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش تخليوا الاخت ديالي شي كومونطيرات اللي يكونوا زوينين ومحفزين ان شاء الله. هنا تنقول لكم رمضان مبارك سعيد والى اللقاء الى فيديو اخر ان شاء الله.